لو انت جرافيك ديزاين او مصمم او شغال في شركه وحابب توري العميل بتاعك الشغل بتاعك، او انت عايز تستخدم الصور الشخصيه دي، طب ما تيجي نشوف. يلا بينا علشان نعمل مقابله الصور بتاعتنا، سواء صور او فيديوهات. نقدر نعمل الاثنين عن طريق سهله جدا في كانفا. نشوف مع بعض دلوقتي. طب بنستخدمها في ايه؟ نقدر نستخدمها في اكتر من فكره، اكتر من تصميم. على سبيل المثال حاجه بسيطه جدا في الصور، مش ممكن نستخدمها في الفيديوهات في حاجات كتير جدا. على سبيل المثال في الصور ممكن نستخدمها في اللوجوهات. يعني حد طلب مثلا مني لوجو، عميل طلب مني لوجو وانا عايز اظهر له شكل اللوجو ده هيبقى عامل ازاي. الموضوع سهل وبسيط. هروح تحت خالص على كلمه زائد، هبدا اختار اللوجو بتاعي اللي انا عامله. اخترت اللوجو بتاعي اهو، هبدا ادوس على الاستخدام في تصميم جديد. تمام، هيبدا يفتح معايا اللوجو. الموضوع سهل وبسيط. هختاره واروح بيه على الموقب. طب ازاي اروح بيه على الموقب؟ يحمل معايا. هبدا ادوس على اللوجو بتاعي كده، ومن تحت خالص على كلمه التاثيرات او الاف اكس. خلاص احنا عرفنا تاثيرات او اف اكس، هدوس عليها تحت خالص اهي. هيبدا يفتح معايا كل الايقونات من القائمه اللي تحت. برضه اروح على حاجه اسمها التطبيقات. شايف بحرك يمين وشمال على التطبيقات، الاقي هي اول واحده عندي اللي هي الموقب. هدوس عليها يبدا يفتح معايا كل الاشكال وكل الانواع. زي ما انت شايف عندي فيديوهات، عندي صور، عندي تيشرتات وما الى ذلك. يعني مثلا نجرب ناخد مثلا حاجه زي ايه مثلا يا عبد الرحمن، ناخد حاجه زي دي. تمام، انا عايز اوري العميل بتاعي حاجه زي كده في اللوجو. هدوس عليها بس دوسه بسيطه، تبدا تحمل معايا وحط لي اللوجو بالشكل ده. طب مش واضحه قوي بالنسبه لي، خلينا نرجع تاني وخلينا نجربها في فيديو. هدوس عليها واجربها مثلا في فيديو. اروح على الفيديوهات وخلينا نجربها مثلا في الفيديو ده. تمام، دوست عليها دوسه واحده، هو تلقائيا بيحط لي اللوجو في الفيديو اللي انا عامله او الفيديو اللي هم عاملينه. تلقائيا حاط لي لوجو في الفيديو زي ما انت شايف. اقدر اكبر براحتي، او شغلت الفيديو زي ما انت شايف اللوجو اتحط لي في الفيديو بتاعي. اقدر احط بقى اي صوره ثانيه. ده كده الفيديو الخامس من فيديوهات الذكاء الاصطناعي الخاصه بكانفا. تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشوف الفيديوهات اللي جايه. تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.